الإدارة الذاتية لها مبادئ ولها أهميات كثيرة بالخصوص للمكون الأيزيدي اللي تعرض إلى إبادة جماعية عام 2014. الإدارة الذاتية تنطي حقوق المكون أن تكون حقوقه محفوظة من قبل الدولة الاتحادية. الإدارة الذاتية لا تعارض بنود الدستور والقانون العراقي، وأينما هناك بعض مراحل بأنه المكون نفسه يشكل إدارة ذاتية مرتبطة بالحكومة الاتحادية، أن تحمي نفسها، أن تكون حمايتها من ذات المنطقة، أن تكون الميزانيات الصادرة من الدولة لها حصة خصوصية أن توصل إلى السنجار، أن تكون الشغلات الإدارية والاقتصادية والأمنية تخص الإدارة الذاتية، يعني المنطقة اللي عايشين بها جغرافية السنجار من جميع المكونات لهم حق بأن يشاركوا بالإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية هدفها هو أخوة الشعوب بالمنطقة، بالعدالة، بالمساواة، بالحقوق، بالواجبات. فالإدارة الذاتية الحل الوحيد لأهالي السنجار في هذا الظرف هو الإدارة الذاتية، لإبعاد الصراعات الدولية والإقليمية والداخلية عن سنجار، حتى لا تكون أهالي سنجار ضحية لهذه الصراعات، لحطب نار عن سنجار، حتى لا تكون أهالي سنجار ضحية لهذه الصراعات، حطب نار لزرع الفتنة في داخل المجتمع. فلهذا سبب أهالي السنجار حاليا يطالبون بالإدارة الذاتية وفق قانون ودستور وقوانين الدولة العراقية، ولا تعارض أي قانون أو دستور بالنسبة لحقوق المكونات الموجودة في سنجار. ولهذا سبب نطالب بتشكيل الإدارة الذاتية في سنجار. الإدارة الذاتية بالنسبة لأهل سنجار وخاصة القومية اليزيدية في سنجار مهمة وحق دستوري مكفلها الدستور العراقي بالمادة 125 من قانون الدستور العراقي الحالي. الإدارة الذاتية أهميته حفظ أمن وكرامة الإيزيدية وجلب حقوق الإيزيدية وإدارتهم بنفسهم، يديرون نفسهم بنفسهم، هم كباقي شعوب العراق، حتى ما يضيع حقوقهم العراقية، لأن الشعب العراقي كلهم مر بالمأساة كثيرة منذ القرون الماضية، وأن الشعب الإيزيدي هو شعب عريق من السلالة السومرية الذي قبل 3000 قبل الميلاد، البناها في أول بناء لهم في منطقة بلاد ما بين النهرين، أي في السهل الرسوبي في ناصرية.